بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الكرام متابعي نيوز حرب، ارحب بكم من جديد في لقاء جديد مع الشاعر عبد الله بن هلال الفريدي. حياك الله اخوي عبد الله. الله يجزيك ويسلمك طال عمرك، وتشرفنا باللقاء معك ومشاهدتك. الله يحفظك. الله يسلمك. يا ريت ترفع الصوت حتى المشاهدين الكرام يتعرفون عليك وعلى الحوار اللي راح يتم ان شاء الله. سلام طال عمرك. اول شيء عرفنا في البطاقه الشخصيه لشخصك الكريم، الاسم الكامل، ومتى بديت رحله الشعر معك؟ اخوك عبد الله بن هلال بن عبد الله بن سابر الفريدي الحربي. ارفع الصوت يا عبد الله. عبد الله بن هلال بن عبد الله الفريدي الحربي. نعم ونعم. طبعا مولود في الرياض والان عايش في الرياض. بداية الشعرية صراحة كانت بداية ثم انقطاع ثم عودة، وكان لكل يعني مرحلة ظروفها معينة. من وقت الدراسة في المرحلة المتوسطة كان لدي بعض المحاولات اللي تطورت إلى نوع من بداية إن شاء الله أقول له إبداع يعني وله مدح نفسي، ولكن كان على وقته وعلى ظروفه في وقت دراسة وكذا وعلى مستوى بسيط يعني. بعدها انقطعت عن الدراسة بعد ما التحقت في السلك العسكري وفترة، وكان يعني الإبداع يعني أو الإحساس الشعري كان داخل. الإحساس الشعري كان في داخلي، وعندما يحصل موقف يستفزني لأنه يقول لك الشعر أما من غيظ ولا من فيض. فأنا دائما قصائدي ما تطلع إلا من شيء أسعدني أو شيء ربما أنه يعني يحزب خاطري أو يزعلني، مع أني الحمد لله يعني بعيد عن الزعل دائما، وأتحمل كثير من يعني الأمور اللي يعني تستفز الواحد، والحمد لله هذا من نعمة رب العالمين. قصيدة يعني من قصائدك نحب نسمعها في البداية حتى نكمل حوارنا، يعني نبينا قصيدة تهديها للجمهور الكريم من القصائد التي يعني من حلالك، ما نقدر نقول لك القصيدة الفلانية، لكن اللي تحفظها. الله يطول عمرك. والله أنا أشوف أن القصيدة اللي أهديها للجمهور بشكل عام سواء من قبيلة حرب أو من خارج القبيلة هي القصيدة التي يخرج منها المستمع أو المتلقي بفائدة، بل ربما أن الواحد يكسب أجر فيها، يعني اللي هي إبداء النصح أو إسداء النصح عن ملاحظات أو أشياء اجتماعية تكون دائرة في مجالس العامة، وهي عن مجالس يعني أنا سميتها منهج الطيب والرداء. منهج الطيب والرداء على محورين. نسمعها. أنا أقولها طال عمرك. نسمعها. يقول بديت بسم الله عليه نتوكل، الواحد المعبود راعى الفضايل، ربنا بكل ارزاق خلقه تكفل، نرجيه ما نرجي ضعوف هزايل، اللي وسط قلوبها شالت الغل اهل النفاق، العين الفتايل ملفزين السذب، واهل المشاكل شغلاتهم جمع الحكي والنقايل، وراعى النميمه جعل يمناه تنشل، ولا على قبره تحط النشايل، وشعاد لو يسمع كلامي ويزعل انا على ما قلت، عندي دلايل الطيب له عند ابيض الوجه منزل شروا من عندي. شرواك الطيب. الطيب له عند ابيض الوجه منزل، والشين في وجه الردي له نزايل وترى الردي، لو كان فيه بتجمل يفرح بغرة من فعل بجمايل، هذه وصوفه يا فتى كان تجهل جرفن اللي عنزت يمه تهايل، واحرص على اللي للمواجيب يفعل يشفيك، لاحتجت نهار الصمايل، واحذر الضدة الدهر لا توحل، واحذر تزل اخطاك مع كل عايل، وافهم بيوت قلتها ما تغزل، ولا قالها قبلي بل اشعار قايل، ولاني على بدع النصايح بالاول قبلي خذوها، متعبين الاصايل اشد دامت في ضميري توكل، واخذت مطابق وتركت الحذايل، وصلاه ربي عد وبله اليهل، واعداد من ابتل خضر بالمسائل، على النبي الهاشمي سيد الكل الي من المعبود جاب الرسائل. عليه الصلاة والسلام. صح بدنك طال عمرك. الله يحفظك. شهرت لك قصيدة ووزعت وتناشرت في الواتساب وفي تويتر اللي هي مفخرة قبيلة حرب. حدثنا عن هالقصيدة، كيف يعني سميتها هذا الاسم وكيف بديت فيها؟ عطنا نبذة عنها، يعني أنت صاحب هذه القصيدة ود الجمهور يعرف عنها أكثر منك. الله يطول عمرك. والله الحمد لله أبشرك أن هذا العمل إن شاء الله من الأعمال الموفقة اللي نالت استحسان الجميع،
وكانت بنية صادقة ومبدأ طيب ولله الحمد. بداية أنا وضعت لها عنوان مفخرة حرب لأن قبيلتي تستحق هذا الاسم بغير قصور بالقبائل الأخرى لما تتمتع بمواصفات حميدة ومواقف جليلة في بادئ الوقت وفي قديم الزمان وحاليا. وحتى أنني وضعت من ضمن البيوت أو في بداية البيوت بالمعنى صح ذكر مفاخر أو ذكر طيب القبائل بشكل عام حتى لا يكون على الإنسان مدخل من أي قبيلة كانت، لأن كل قبيلة تطول وتنول العلوم الغامة. ونعم بالقبائل. نعم، اللي يقول بالطيب بين الناس، الطيب بين الناس شرق وتغريب، كل القبائل في سبيله تفادي. فكانت إذا كانت تسألني عن فكرة القصيدة. نعم. القصيدة فكرتها ومضمونها ومن ثم نسمعها. نعم، فكرتها طال عمرك بدأت عندما رأيت الزخم الكبير من الأعمال البطولية للقبيلة التي تنتقل بجميع أرجاء المملكة وجهود القبيلة في قضايا عدة، قضايا معقدة وتحل بروية وتحل بمواقف بطولة ورجال نذروا أنفسهم لخدمة هذه القبيلة. فكان واجبا علينا كشعراء أن نؤدي رسالتنا السامية بأن نذكر مواقف البطولية للقبيلة وأن نفتخر في قبيلتنا ويستحقون ويستاهلون والله. سهلا. نسمع هذه القصيدة. والله أبشر، لكن تعذرني لو كان فيه بعض التبديل لأني أنا أسمعها الآن أنا مثلك أسمعها أكثر من إني ألقيها، لكن يمكن إني أقطع فيها. لا إن شاء الله إنك تجيبها كاملة إن شاء الله. يقول الطيب بين الناس شرق وتغريب، كل القبائل في سبيله تفادي، وحربي وربعي حرب، كان الخبر جيب بأفعالهم في كل محفل سادي، لجيتهم تلقشحم والترحيب كل بصوته للمسير ينادي، أفعالهم لو غابت الشمس ما تغيب مثل النهار اللي على الكون سادي، وقصة ويشي بلوفة قمة الطيب من عقب قص الروس قص الأيادي، وقصيرهم عن حاميات اللواهيب في جالهم يسكن بظل وبرادي، جاهم وصكات الليالي غواليب، الذود جرب حامي اللال حادي، وخلوه يشرب من عذية المشاريب، ويرعى بضف مخضبين الهنادي، مدحي الربع ما عليه عذاريب، لا صار ما قلته كلام وكادي، والطيب بين الناس شرق وتغريب، كل القبائل في سبيله تفادي. واعذرني والله يمكن اني نقصت البيوت، لكن الشباب الله يبارك فيهم يمكن انهم الان بس هي القصيدة طبعا انت حولتها على شيلة وعلى يعني تعبت عليها في ابياتها في انك تسوق لها حتى تصل، والحمد لله يعني وفقك الله ونجحت في تسويقها. الحمد لله. شنو هي الابيات اللي تكررها دائما بينك وبين نفسك؟ وهل هي من قصائدك ام من شاعر معين في القصيدة؟ والله اللي اكررها طال عمرك هي طال عمرك سواء من القصيدة هذه أو قصائد أخرى. لا عام، بأبيات دائما تكررها بينك وبين نفسك، لا صرت لحالك في السيارة في البيت، أبيات معينة يعني. أنا أكررها أو أكرر مضمونها الوجداني اللي هي بر الوالدين، بحكم أني والدي ووالدتي الله لك ولا الشاعر؟ لا لي أنا. أسمعها إذا لأنهم موجودين. أسأل الله يطول لك بأعمارك. الله يحفظك. ويطرح بأنفسكم البركة لهم. الله يحفظك يا طويل العمر. فأنا أكررها عمليا ووجدانيا لأن لهم حق علينا. حتى لو اني ما قصت القصيده انا اتعلق فيها واعملها وجدانيا ان شاء الله، والله يرزقنا برهم. اذا تبغى تسمع القصيده طال عمرك. اي والله نسمع القصيده، ولا ترفع الصوت لانك انت تخاطب الجمهور ما تخاطبني انا. يقول يلي تبى التوفيق دنيا وديني، اتبع رضا المعبود مع وصل الارحام، الله امرك بطاعه الوالدين يا الواحد اللي بالخفيات علام، ابوك وامك برهم يا فطيني، خلك لهم ابن مطيع وخدام، ابوك يشقالك على كل حين يتعب وهو يرجيك، عام بثر عام يبيك لطالت عليها السنين، تصير عون له على ضيم الايام وتصير له درع حصين، سنيني مهابتك تحماه من غدر الاسهام، امك لها حق الرضا مرتين وشالتك في بطنها لحم وعظام، ويا ما على متنك تجر الونيني ما تهتني بالنوم والناس نيام، يا الله انا طالبك وبك استعيني يا بعث طه على دين الإسلام، تجعل لنا حظا وقوة يقيني في برهم يا ذا الجلال والإكرام. سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. القصيدة وصراحة نصيحة وموعظة للجميع أن يهتمون في آبائهم
وأولياء أمورهم. نبي بعد قصيدة من اللي أنت تحس أنك حافظها كاملة حتى نسمع الجمهور، بما أنك شاعر. احنا الشاعر دائما نحاول قد ما نقدر أن ناخذ أكبر عدد من القصائد اللي تنولها. الله يطول عمرك. والله أنا للأسف صراحة، مع أني يعني أقدر أقول عن نفسي شباب، ولكن الذاكرة تخونني، لأن الواحد يمكن ينشغل عن الحفظ، ولكن والله إن ثمرة القصيدة طلبها، وبك تعذرني يا أستاذ حمد عن عدم الحفظ. حتى أني أحاول أتذكر قصيدتي اللي ليلة قبل البارحة دي أنا كنت قريتها في حفل زواج ابني، وهي نصيحة للابن. مبارك لك وعسى الله يتمم عليه بخير. الله يطول عمرك الله يسلمك. وشرفتنا والله بالزواج. الله يسلمك ناجح، وبحضور شيوخ من بعض شيوخ البردة، وأيضا الشيخ محمد الفرم والدكتور عبد الله بن رشيد السحيمي والإعلامي المخضرم مرزوق الصاعدي. وأيضا تواجهنا مع حضور بعض أسرة السمحان. يعني الفرح كان حضوره طيب جدا، الله يبارك. ولله الحمد. إذا دل على شيء فدل غلاطك ومحبتك عند الناس، والطيب إذا أحبه الله كثر أحبابه، وأنت إن شاء الله أنك محبوب عند الجميع. الله يطول عمرك ويوفقك. نبي نسألك سؤال. الشعر عامة، الشعر هو وراثة أم هواية؟ يعني تشوفه أنت بمنظورك. والله يعني أنا أقدر أقول لك إنه على الطريق. ربما أنك تجد شاعر من قبله يعني وراثه جده ولا خواره، ولكن ربما أنك تجد شاعر مبدع، وعندما تبحث عن جدان أخرى لا تجد منهم شاعر. فهذه كيف نحكم على الشاعر أنه مبدع؟ والله الشاعر إذا كان طال عمرك إذا كانت رسالته سامية، ويؤدي رسالة في شعره، يستخدم شعره في أداء رسالة سامية لإيصال هدف معين مفيد ونافع للمتلقي. ربما أن هناك شاعر مبدع كلفظا ولكلسانا، ولكن لا ترتقي معانيه أو أهدافه إلى الهدف السامي، مثل القصائد، ربما قصائد سب أو شيء، أو من القصائد التي تثير المشاكل بين الناس والنعرات القبلية وهذا. فهذا أنا والله أن يتحفظ في رأيي، أني ما أيد كان هذا. أنا أنصح بالشعر الهادف المفيد اللي يؤدي خلاله الشاعر يؤدي خلاله رسالة سامية تبقى له عنوان وبصمة. من الشعراء الراحلين رحمة الله عليهم أثر بك؟ والله الشاعر عبد الله السيري. عبد الله محمد عبد الله السيري. السهلي. السيري. السهلي عوفي ولا السهلي؟ السيري حربي. نعم. السهلي عوفي. السهلي العوفي. أنا في قبيلة السهلي. السهلي العوفي. نعم. ومن الشعراء الموجودين تراه أنه شاعر مخضرم ظلم إعلاميا؟ والله أني بالنسبة للجواب هذا كظلم أني ما أقدر. ليش؟ لأني ما أتابع ولا أقدر أقيم من اللي أعطاه الإعلام حقه أو هضم حقه. هل ترى أن الإعلام أنصف شعراء قبيلة حرب؟ والله ربما أن هناك فيها شعراء غائبين عن الإعلام وهم جيدين. غائبين عن الإعلام أم متغيبين أم الإعلام مغيبهم؟ لا، الإعلام صراحة غيبهم. لأني أنا كما أن الشاعر رسالة سامية أن يوصل الهدف، فأنا أرى أن من واجب الإعلام أن يبحث عن الشاعر، أن يبحث عن الشاعر الجيد حتى يصافحه ويظهر للجمهور برسالته. لأن ربما أن بعض الإنسان عنده رسالة سامية ولكن لا يحب الظهور أو لا يحب البحث عن الظهور، لأنه تجنبا للمراء أو الأمور اللي، لكن أنه يوصل هدف. من يوصله ومن اللي يخدمه في الشيء هذا؟ الإعلام، مثلكم وشرواكم، وأنتم قائمين على موقع متميز وبيض الله وجهك على جهودك يا أستاذ حمد صراحة. احنا دائما نقطع الكلام بالثناء لأنه ما نبي الثناء. نبي الله يسلمك منوش أنت، بما أنك يعني من الشاعر اللي تأثرت فيه أنت حين كنت يعني صغير في سنك وبديت رحلة الشعر؟ من هو اللي كان يشجعك أو من الشاعر اللي كان تأثرت فيه سواء في قبيلة الفردة أو في قبيلة حرب كافة أو خارج قبيلة حرب؟ أقرب شخص تأثرت فيه والله يغفر له خالي جهيم البويلي رحمه الله. شاعر كان رحمة الله عليه؟ كان شاعر، لكن شاعر تحفظ له شيء من قصائده؟ شاعر على وقته والله أنها كانت يعني شعره يعني يمكن مناسبات خاصة أو شيء، ولكن عنده غريزة شعرية قوية. يعني هو شايب طال عمرك ورجل طيب وكرم،
وتأثرت فيه من الشعر، وكان بيني وبينه مسجلات لكن ربما تكون فيها نوع من الخصوصية شوي، ولكن أنا تأثرت في شعره لأن شعره سامي وقيم ويستخدمه لهدف سامي إن شاء الله. الآن في عصر التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه والعولمة وسرعة الحدث وسرعة انتشار الخبر، كيف ترى الإعلام الآن والإعلام السابق؟ وشنو هو نظرتك للإعلاميين أو نصيحتك للإعلاميين أو وجهة نظرك؟ والله الإعلام سابقا وفي قديم الزمان وعلى عصر الأجداد كان الإعلام عن طريق الرسائل، زي ما تعرف رسالة يصل الخبر بعد فترة طويلة، لكن طال عمرك مع تجدد وسائل التقنية ووسائل التواصل الاجتماعي كانت حلقة تواصل وبين الأبناء القبيلة لدرجة أنه إذاع الخبر في غضون ثواني يصل إلى أكبر شريحة من المجتمع وأكبر شريحة من القبيلة، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. نعم. كلمة الإعلاميين، ايش تحب تقول للإعلاميين؟ والله هو شيء الإعلامي دورة طال عمرك إن شاء الله. بدأت ترفع الصوت عشان يسمعونك. الإعلامي طال عمرك هو همزة الوصل، وهو حلقة التواصل بينه وبين الجمهور. فنصيحتي للإعلاميين أن يتحروا الدقة في نقل الخبر، وأن يتحروا المصداقية في نقل الخبر، ويعطون يبحثون عن الكوادر الشابة الجيدة اللي عندها الإبداع وعندها ولكن ربما أنهم كانوا غايبين عن الإعلام. وهناك بعض وسائل التواصل كان لها بروز جيد ولها خطوات وأنشطة جيدة للبحث عن مثل هالكوادر. وأنا أعرف أنك يا أستاذ ما تحب الثناء يا أستاذ حمد، ولكن أنا أزيد وأثني عليك على لا احنا نقطع الكلام هذا، لأن الأمانة أنا ثناء ما نبي ثناء. أنا الحمد لله هو تشرفنا في مقابلتك أنت وابناء عمودنا عامة، لما نلتقي فيكم حنا نرتقي. اللي ودي أوصله وياك الآن، أنت بعد ما يعني ما ودي نقول شايب عشان زوجت الولد ولا شيء، ولكن خلينا نقول بعد هذه الرحلة من الشعرية، يعني من أول قصيدة بديت فيها حتى الآن، كيف ترى الشعر السابق والشعر الحالي؟ وشلون تقدر يعني، هل الشعر تطور مع التطور والتكنولوجيا؟ هل هناك الشعر القديم أفضل أم الشعر الجديد؟ يعني حاول تعطينا نبذة عن، بما أنك عاصرت خالك قديما والآن في شعراء شباب جدد، كيف تفرق ما بين الشعر القديم والحديث؟ والله أنا أتكلم عن وجهة نظر خاصة لي أنا، إن الشعر القديم يسمعك الجمهور إن الشعر القديم كان بجزالته وبقوته أقوى من بعض الشعر الحديث، لأنه سابقا أقوى من الآن. أقوى. نعم. لأن الآن ممكن تجد بيتين تردد في وقتنا الآن وهي مضى لها مئات السنين، ولكن بقيت قوتها ولمعانها حتى هذه اللحظة، تجد أنها تردد كحكمة وكمثل، وكانت من الشعراء السابقين. الآن بعض الشعر الحديث نسمع من القصائد كثير ودواوين، ولكن ما فيها العدد، ما فيها الشيء اللي يلامس وجدانك إلا عدد بسيط أو كم بسيط من القصائد اللي تسمعها، تحس أنها تلامس يعني وجدانك وتحس أنك تتفاعل معها. وغير قصور يعني بالشعر، الشعراء المبدعين كلهم إن شاء الله ويبحثون عن هدف سامي بإذن الله ويوصلوا الرسالة، ولكن أنا أقول من نظرتي الخاصة إنه الشعر القديم أفضل من الشعر أقوى. عندك 3 رسائل لمن توجهها؟ والله رسالة أوجهها أول شيء لأبنائي، الله يوفقهم ويصلحهم إن شاء الله، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يعملوا ما فيه الخير والصلاح لهم ولأنفسهم، وأن يحافظوا على المسلك الطيب والمنهج الطيب لهم ولآبائهم ولأجدادهم. الرسالة الثانية أوجهها لإخواني الشعراء، أن يعني يعرفون أن عبد الله بن هلال الفريدي هو معهم في محبتهم
في رفقتهم. ولكن أنا ما وصلت أنا أتوقع أني ما وصلت إلى مستوى ذائقتهم، ولكن لكل مجتهد نصيب، ولا يؤاخذون يعني في بعض الأمور اللي ربما يعني التقصير معهم وكذا، ما هو يلا يعني عن أي شيء. المحبة واردة والمحبة حاصلة إن شاء الله، أحبك من شعار القبيلة، ولكن هم أفضل نعترف. الرسالة الثالثة والأخيرة. الرسالة الثالثة للإعلام. الإعلام إن شاء الله نقايم في دوره، ولكن نبغى أفضل من الشيء هذا، أن يبحث الإعلام عن الأهداف السامية بعيدا عن المحسوبية، بعيدا عن. تقصد إعلام القبيلة أو إعلام بشكل عام؟ الإعلام بشكل عام. الإعلام بشكل عام، وخصوصا في المجال الموروث الشعبي. نجد أكثر القنوات الإعلامية أو القنوات اللي تخص الشعر الشعبي يختصون أشخاص معينين في تسليط الضوء عليهم أو اللقاءات معهم أو شيء، ولكن يهمل بعض أشخاص ثانيين لهم ظهور ولكن ربما أن أهداف غائبة عني يمكن لهم عذرهم أو شيء، ولكن هذه رسالة من القلب للقلب إن شاء الله. كلمة أخيرة نختم في هذا اللقاء. والله نقول إلا خير طال عمرك وبيض الله وجهكم، وشكرا للمشاهدين والمستمعين، ولا يأخذوني، ترى يمكن الواحد يزل ما يدري، ولكن والله قدر المستطاع ان الواحد يطلع يعني انا ترى اللي على قلبي على لساني، اللي على قلبي على لساني، وان شاء الله ان ما طلعنا من حدود الادب. لا جزاك الله خير، لقائك طيب، وحنا نبحث عن الفطرة والمرونة والسهولة في إعلامنا، ما عندنا أي محايط أو أي تكبير، والدرجة أن أسئلتنا عادية جدا، ونجي للناس ما نقول بس لقاء، نقعد وياهم ونقول الحين بنسوي لقاء معك. فأنا طبعا وللأمانة حتى يعني أكون صادق مع الناس ومع شخصك، أنا دعيت أبو عادل يزورني هنا في محلي أنا فيه، وقلت له بسولف أنا وياك وأبي منك نصور أنا وياك، ولما جاء وجد هذا اللقاء، شاكر له على قبول اللقاء، وأبارك له إن شاء الله في زواج ولده اللي تم من يومين، وعسى الله يتمم عليهم بخير، وإن شاء الله تشوفوا عياله. إخواني الكرام، انتظرونا أيضا في لقاء آخر مع شخص من أبناء قبيلة حرب في نيوز حرب قريبا. هذا اللقاء محدثكم أخوكم حمد شريف الشدادي.